مساء الخير. ساعات التنقيب عن الآثار قد تتحول إلى هوس قادر على جعل المرء يفعل أشياء ضد الفطرة والدين. قضية اليوم ستثبت لك أن كل شيء جائز تحت بند المصلحة. لا تنسى أن تخبرني برأيك في تعليق. وضع إعجابك لنبدأ. بدايتنا مع ثلاثة إخوة، أحمد وعزة وحسين. أحمد هو الأكبر وحسين هو الأصغر. كانا يشاهدان أحمد وهو يلعب مباراة مع أصحابه. عندما سجل هدفاً جرى ليحتفل مع إخوته الذين كانوا في غاية السعادة وصفقوا له. لكن حسين كان حزيناً لأنه كان يريد اللعب معه، لكنهما رفضا لأنه كان مريضاً. وعدوه بأنه سيلعب معهم عندما يتعافى، لكن حزنه استمر، فذهب إلى البيت ليشتكي لأمه. على الباب كان حمدي يطرق الباب. فتحت فاطمة وسألته عن سبب زيارته. قال لها: نحن نعلم أن زوجك لديه الشيخ غراب الآن، البلد كلها تعرف ما يفعله. يا فاطمة، إن لم تخافوا على أنفسكم ففكروا في هؤلاء الأطفال. سألته عن أي شيخ يتحدث عنه، فأجابها: الرجل الذي يبيع الجبن دخل ليأخذ بعض الماء على ما أحضر له بقية حسابه، لم يشتري منها شيئا. ثم قال: الكلام الذي أقوله هو أن على زوجك أن يترك عمله في بيع الجبن، ويكفي هذا. ثم انصرف. أغلقت فاطمة الباب ودخلت وهي تحمل هموم الدنيا على رأسها. رآها حسين حزينة فاحتضنها، فنسيت تعبها وابتسمت وقالت له: حنيتك يا حسين هي التي تهون علي كل التعب. يا لسعادة من ستكونين من نصيبه. استغل حسين الفرصة وطلب منها أن يخرج ليلعب مع أحمد أخيه، فذكرته بكلام الطبيب عن منعه من التراب والمجهود إلى أن تجرى له العملية ويتعافى، لكنها وعدته بأنه سيلعب ويجري في البلد كلها متى شفي. السؤال هنا: ما هو التعب الذي يمنع حسين من اللعب؟ سيد زوج فاطمة نادى عليها. عندما ذهبت إليه سمعت حسين وعزة يسألانها عما يحدث. سمعت أمها تسأل أباها: ماذا تريد من حسين؟ هل تريد أن تساعده في الحفر؟ التراب مضر على قلبه، سأحضر لك أحمد. لم تسكت الأم وقالت: علي الطلاق، إن لم تحضر الولد لن تبيت معي الليلة. الأم أخذت بعضها وذهبت لحسين الذي جرى مع أخته إلى غرفتهما. وقفت أمامه وطبطبت عليه وقالت له: حسين يا حبيبي، أبوك يصلح المواسير التي تحت الأرض ويريدك أن تنزل لتساعده، لكن إياك أن تجهد قلبك. إن تعبت أخبرني فورا. ليس عيبا أن تقول لأمك إنك متعب. أخذته ودخلت به إلى الغرفة التي يحفرون فيها. كان سيد واقفا على اليمين ومعه الشيخ غراب. قالا لها أن تخرج، وعندما قالت إنها تريد أن ترى ماذا سيفعل ابنها، قال لها زوجها: إن لم تخرجي سأفتح رأسك. فودعت ابنها وقالت له: لا تتأخر، أخرج فورا. كل ما قلته حتى الآن يعني أننا أمام أب جاحد. لنكمل ونرى إلى أين ستصل الحكاية. بعدها قدم سيد ابنه للشيخ: هذا حسين يا شيخنا، ولد طاهر ومبارك، يصلي ويصوم منذ الآن مع أنه لا يزال صغيرا. سأله الشيخ: كم عمرك يا حسين؟ قال: 8 سنوات. فأجرى له كشفا، ثم نظر لسيد وكأنه يقول إن الولد مقبول، ثم قال شيئا غريبا: العهد نأخذه من على لسانه وهو تحت عهد. يا إلهي، ماذا يريدون أن يفعلوا بالولد؟ سيد ركع على ركبته وقال لابنه: سأنزل معك الآن لتساعدني في الحفر، أريدك أن تكون رجلا ولا تخف. قال له: حاضر يا بابا، لكن بشرط أن تدعني ألعب الكرة. قال له: طبعا يا حبيبي، سأدعك تلعب الكرة وتفعل ما تريد، لكن انزل أولا. نزل حسين على صوت الشيخ غراب وهو يقول: يا علام الغيوب، يا فتاح المغلوب، افتح لنا ببركة الفداء ما يحجبه عن عبيدك الرسل. سيد كان سينزل مع ابنه، لكن فاطمة دخلت مسرعة: الحق يا رجل، الأولاد يتقاتلون في الخارج وابنك يتشاجر معهم، ولا أعرف كيف أصلح بينهم. فخرج من الغرفة ودخلت هي وأخرجت ابنها وسألته عما كان يريده منه أبوه. قال لها: أبي يريدني أن أساعده في الحفر لأني رجل. سألته عما قاله الشيخ فقال: سألني كم عمري ونظر إلى يدي ورقبتي. فقالت له أخته: انتبه، الغراب يخطف الأولاد الصغار. فرد عليها بأنه ليس طفلا وأنه رجل. لكن الأم كانت شاردة الذهن، تنظر إلى الغرفة التي يحفرون فيها وكأن قلبها يشعر بأن مصيبة ستحل. في ذلك الوقت دخل سيد وأحمد وكان يصرخ عليه: ما الذي جعلك تلعب مع الأولاد؟ قال له: لو كنت وافقت على ذهابي للتدريبات لكنت ألعب الآن مع الناشئين. فقال له: ومن أين سأحضر 70,000 لأدفعها لتلعب الكرة؟ لم يعجب أحمد هذا الكلام، فقال له: الجميع يفعل ذلك، وكنت سأعيد لك هذه النقود. فغضب الأب وقال له: ابتعد عن وجهي. تدخلت فاطمة وقالت له:
ماذا تريد من الولد يا سيد؟ لماذا لا تخبرني؟ هل هو سر؟ فطلب منها أن تحضر الغداء وتنزله إلى الأسفل، وقال إن الموضوع ليس سرا، لكنه لا يريد مشاكل اليوم. فسألته: أنت يجب أن تستأذن، خاصة إذا كان الولد لا يريد. لكن حسين قال: لا، أريد أن أساعد أبي. يبدو أن الولد متعلق بالكرة كثيرا، وأخذ وعدا من أبيه بأنه سيدعه يلعبها. عندئذ غضب الأب من كلام فاطمة عن أن الولد قلبه تعبان ولا يستطيع تحمل المجهود، فجرى وقال لها: سألعب معه الكرة. وأخذ أحمد وخرجوا ليلعبوا معا خارج البيت. كان حسين ماهرا في اللعب، وكانت أمه تشاهدهم وهي تارة فرحة به وتارة خائفة عليه. وبعد أن سجل عدة أهداف احتضنته وقالت له: كفاية يا حبيبي، لا تتعب نفسك. قال له أبوه: كفاية، هيا ننزل لنكمل. أخذت فاطمة زوجها جانبا وأخبرته بأن حمدي ابن عمها رأى الشيخ وهو يدخل البيت اليوم، وهدده بأنه لن يسمح بذلك، وطلبت منه أن يصرف الشيخ الآن ويكمل في يوم آخر. وقالت إن قلبها مقبوض وتشعر بأن هذا الحفر لن يأتيهم بأي شيء، وأن الموضوع سيقلب عليهم بمصيبة. فقال لها: أتظنين أن الشيخ تحت أمرنا؟ نأتي به ونصرف متى نشاء. كفي عن هذا الكلام وادعي لنا ربنا أن يفتح لنا باب رزق نعيش منه نحن وأهلنا. فقالت له: يا سيدي، لا أريد شيئا، نحن بخير هكذا. فصرخ فيها وقال لها: أنت لست من سيقول ماذا سيحدث وماذا لا يحدث. ونادى على حسين لينزل ليكملوا العمل، لكنه عندما رأى قلق فاطمة على ابنها قال لها: تعالي خذيه بيدك إلى الشيخ. عندما دخلوا البيت قال لها سيد: أريد أن أفهمك شيئا، أنت لا تعرفين من أين جاء هذا الرجل ولا كم أخذ. لقد أخذ أموالا طائلة، وإن رحل اليوم دون أن يدلنا فسنضيع أنا وأنت والعيال. وعندما شعر بأنها لم تفهم كلامه أخبرها بأنه رهن البيت وكل ما يملكونه ليدفع للشيخ. صرخت وقالت: رهنت البيت الذي يسترنا يا سيد، هذا أهون عليك؟ سأجمع لك المال من أي مكان، حتى من أختي. رفض وقال: لا، لن آخذ من أختك، ستظل تعيرني بذلك هي وحمدي. حسين هو الفداء في النهاية. طلب منهم أن يفتحوا وهم يقولون أن حسين هو الفداء، لكن الولد خاف ورفض أن يقول ذلك وطلب أمه. فنادى الشيخ سيد وقال له: هذا لا ينفع، يجب أن نأخذ العهد من لسانه. حاول سيد أن يقنع زوجته، بل وتوسل إليها أن تتوسل إلى ابنها أن يسمع الكلام ليقدم كقربان. حاول أن يقنعها قائلا: حسين مريض والأمل ضعيف في شفائه. الأطباء قالوا إن العملية ليس منها رجاء، فلماذا نتركه يتألم؟ قد يكون مرتاحا الآن، وقد يكون هو السبب في أن نعيش جميعا في راحة. أخيرا رضخت الأم وتوسلت إلى ابنها أن يسامحها، وقالت له: سامحني يا بني، ليس لدي ما أفعله. في المشهد الأخير بدأت فاطمة تصرخ بأعلى صوتها ولم تتوقف. كان الشيخ مصمما على إكمال ما جاء من أجله، وصرخ في حسين ليقول ما يقوله. قال له: أمك تصرخ لأنها امرأة ولن تفهم معنى أن يكون الرجل عاجزا عن فتح بيته. كان الشيخ غراب يردد العهد، وكان حسين يردد وراءه. وعندما انتهى أخرج الشيخ سكينه، وفي لحظة امتلأ وجهه بالدماء. لكن المفاجأة كانت أن الدماء كانت دماء فاطمة، لأن سيد قتلها. وهكذا ماتت فاطمة ليعيش ابنها، وحكم على سيد بالإعدام لجريمة القتل وجريمة التنقيب غير المصرح به عن الآثار. هذه الحلقة لا يمكن أن يكون عليها سؤال، لأن كل ما رأيناه للأسف قصة حقيقية حدثت بالفعل. فلا تنسى الإعجاب والمشاركة.